مين هو مدافع ليفربول اللي الكل عمال يتكلم عليه يا باشا؟ انا هاجي اعرفه لك كده كله. انا حابب تعرف عنه اي حاجه، الفيديو ده هيعرفك عنه اي حاجه وكل حاجه انت عايزها. مدافع فرنسي اسمه جيرمي جاكيب، بيلعب في منتخب فرنسا تحت 20 سنه، بيلعب في نادي رين الفرنسي. ده يعتبر من اهم المواهب الشابه اللي موجوده حاليا في فرنسا او في العالم اجمع في المركز بتاعه. اللي خلى ليفربول يضغط بقوه في اخر يومين في الميركاتو لدرجه ان هو بقى مستعد، او خلاص الصفقه خلصت ب 60 مليون يورو على فكره، زائد 10 مليون يورو متغيرات. اللعيب ده يا جدعان بيعرف يلعب برجلين الاثنين، عنده هدوء ابن الورمه، ما شفتوش في مين مثلا في فلاحين فرنسا. الواد يا جدعان عنده برود وهدوء، وهو بيطلع بالكره تحت الضغط مش هتشوفه في حياتك. هيدر كويس جدا جدا جدا. هفضل اعيد كلمه ان هو بيعرف يلعب برجليه الاثنين، ودي تعتبر بقت ميزه من المميزات اللي صعبه جدا ان انت تلاقيها في اي حد دلوقتي. ولكن ليه اللاعب مش هينضم معاك من الشتاء ده؟ النادي رين الفرنسي قال لك في معنى الكلام، يعني انا هجيب منين مدافعين دلوقتي؟ خلاص الميركاتو بيقفل، فاضل يومين اول عن اخر فاضل ساعات قليله. لكن الصفقه وقت ما تمت كان فاضل اقل من 24 ساعه والميركاتو يخلص خلاص. فطبيعي جدا ان النادي يرفض ان لعيب شبه ده بيطلع من النادي في الوقت ده بالذات. فهو هينضم معاك ان شاء رب العالمين من البري سيزون اللي جاي، هيكون جيرمي جاكي موجود معاك. هو ليوني بقى عندك مواهب شابه كتيره جدا في قلب الدفاع بالذات، تقدر تستثمر فيها. تقدر بالبلدي كده تنقي كام واحد على الفرازه، وكمان ان عايز تبيع حد هيبقى لسه عندك كان في لعيبه كتيره جدا. للي ما يعرفش على فكره، نادي ليفربول عمل الى الان 4 صفقات او 5 صفقات كمان تقريبا في مركز قلب الدفاع.